والساده المشاهدين. طبعا في بدايه الحلقه انا قلت انه هنتكلم عن امراض الحساسيه وخاصه في الاطفال. نحن داخلين على فصل الشتاء والاطفال يا عيني بيصيبهم كثير من امراض الحساسيه. صحيح. سواء تنفسي، حساسيه التنفس من اول هنا النوز، المناخير، بالحلق، بالغده النكفيه، بالربو. يعني نبتدي حاجه حاجه. طبعا كلمه حساسيه جديده على العالم بشكل عام، وجاء من فعل يتحسس. معناها حضرتك لما تكون مثلا اتنين قاعدين في مكان وواحد مثلا عمال يسمع نكت وما يتاثرش، التاني اول بس ما حد يكلمه يقول له انت كذا يروح متحسس، يروح متعكنن، يروح زعلان. يبقى في واحد حساس قوي. الحساس الاول ده معناه ان هو على اقل تركيز، على اقل حاجه، على الهيفه بيعمل مشكله. الجهاز المناعي برضه كده، الجهاز المناعي في مرضى الحساسيه بيتحسس، بيروح عند اقل تركيز، اقل حاجه شيء هيفه جدا في المجتمع، ويروح عامل عليها تفاعلات تحصل حساسيه. يبقى الحساسيه معناها تفاعل لشيء مفروض يكون في البيئه طبيعي، بحيث يكون في رد فعل زياده شويه من الجهاز المناعي. رد فعل زياده، يعني الجهاز المناعي لا يتحمله، مش قادر. واحد طول النهار قاعد عمال يشم تراب ما بيحصلوش حاجه، التاني بس مر عليه دقيقه واحده قاعد يكح وقاعد يعطس، يبقى ده حساسه. تمام. ودي حد دخلنا في كلمه حساسيه. الحساسيه مش ميكروبات، لا دي الحساسيه انا متحسس لمواد خارجيه بحتك بيها في البيئه. يبقى نمره واحد كلمه بيئه. نمره اثنين وراثه، انا بتولد وعندي استعداد وراثي لهذه الحساسيه. نمره ثلاثه مناعه. والتعريف ده مش بس كده احنا بنقوله، لا احنا بنستغله لمصلحه الانسان. بمعنى ما دام انا عرفت بيئه يبقى اقدر اتحكم في البيئه، وما دام عرفت وراثه اقدر اتحكم كمان في الوراثه، وده ما عرفت مناعه هتدخل برضه. يبقى ثلاث مفردات للمعادله دي انا بلعب بيهم، وعشان كده بقول اصبحت الحساسيات حاليا قابله للشفاء. قابله للشفاء. طب انا الحقيقه في حاجات انا اقتنعت بيها وفي حاجات انا ما اقتنعتش بيها. اتفضلي. يعني كون ان انا ازود المناعه اوكي جايز. ممكن عن طريق اكل معين، ممكن عن طريق ادويه معينه قابل. احنا بنسميها بقى ايه؟ مش كده، احنا بنسميها اعاده برمجه. انا على فكره الدكتوراه بتاعتي في الحساسيات صعبه العلاج، وتخصصي حساسيات صعبه ونقص المناعه في الاطفال. يبقى انا بعيد برمجه الجهاز المناعي. لكن انا اغير البيئه ازاي؟ دي سهله. لا يعني ممكن اخد دول يا عيني اوديهم سويسرا يعيشوا هناك لانهم، لكن اغير. بحاول على قدر الامكان. هي البيئه طبعا البيئه مش بس الشارع، البيئه بتبدا من المنزل، وبيئه المنزل مقسومه نص داخل الام ونص بره. البيئه الاولانيه اللي انا بحتك بيها الرحم 9 شهور. يبقى البيئه الاولانيه للانسان ليها تاثير هام جدا في الحساسيه اكثر من البيئه الخارجيه اللي بعد كده، اكثر من عوامل السير. بمعنى اذا الام بتدخن، صحيح، الام بتدخن يبقى هتخلي الطفل هينشا في بيئه فيها 5000 ماده سامه داخل الرحم. نمره واحد. نمره اثنين، هو ممكن ينجو من الحساسيه، هو طبعا هيتعرض، هينزل عنده استعداد عالي للحساسيات بشكل واحد. نمره اثنين، عنده بلغم كتير. نمره ثلاثه، حساسيه صعبه العلاج على جنب. ممكن ينجو، ممكن هو مثلا احتمال الام عندها حساسيه، الطفل يبقى عنده 20 40% عنده حساسيه زي امه، بس الجهاز المختلف، مش كده؟ ممكن يبقى عنده احتمال من 80 60% ما عندوش، خلاص اوكي. بس المشكله بقى ان التدخين داخل الرحم الاول ده اللي هو البيئه الاولانيه يؤثر على الشفرات الوراثيه له او لاولاده او لاحفاده او احفاد احفاد احفاده. يعني ممكن كده يعني الام يا عيني تبقى بتشرب سجاير تاثر لسابع طفل ممكن هيجي حفيد، ويتغير الجين، يبتدي يحصل فيه عطب وكذا جين، مش واحد بس، ده عده جينات. شفرات تتغير هيظهر هنا النهارده حساسيه انف عند الولد المولود، عند بنت هيبقى عندها حساسيه صدر، بعد كام جيل هيبقى عندهم حساسيه جلد، بعد كام جيل حساسيه عين، بعد شويه يبقى عندهم حساسيه لكل شيء حتى الحساسيه العصبيه. عشان كانت الجلد ايه الحساسيه العصبيه؟ الحساسيه العصبيه بيجي لنا واحد لف على الدكاتره كلها على كل الفروع، راح عنده حساسيه انف، دكتور الانف يقول له ما عندكش حساسيه جلد، فبتلاحظي بيلف ومش عارف هو عنده حساسيه فعلا، بس اغلبها هو في الجلد. بس بتلاحظي تعملي التحاليل ما فيش حاجه، تبحثي على الاسباب ما فيش حاجه، بيقول لها انت عندك حساسيه عصبيه، وترجعي انت لو من ضمن طرق. طب علاجها ايه الحساسيه العصبيه؟ بتشوف السبب ايه، في الغالب بيبقى توتر. والتوتر بيجيب 40 مرض من ضمنهم كلمه حساسيه. بتلاحظي تقول لك والله انا كنت عايشه جوزي مات وابني سابني وبقالي بعد ما سابوني جاتني حساسيه انف، ولفيت على الدكاتره كلها ومفيش، او انا حساسيه جلد، او انا مثلا لا انا مطلقه، كل ما تشوف صوره بس المطلقها تقعد تهرش،
ما اعرفش كنت احلم بيه بس كده تصحى الصبح وشها وارم، يبقى في هنا سبب، لازم نشوف السبب ايه ونحاول برضه هيدخل بقى فريق عمل معانا حاجات عصبيه ونفسيه، نشوف ايه السبب ونحل المشكله لازم في حل. الحساسيات لازم تنحل، مهم قوي ان احنا ما نسيبهاش انا عندي حساسيه وخلاص. ليه بقى؟ لان هتعطلني عن الحياه، هتعطلني عن التمتع بحياتي. انا هعيش طول عمري بقى عيان، ولا هروح الشغل ولا هروح العمل وهعيش بقى اخد ادويه واصرف فلوس، ويعني مش هتخليني اتمتع بالحياه. احنا المفروض احنا مخلوقين عشان نشتغل، عشان اشتغل لازم اتمتع بحياتي دي بشكل ما وابقى منتج. لكن انا لو عندي مرض وهيعرقلني زي الحساسيات لا، يبقى ده. وانا بتكلم ليه في الحساسيه؟ لان 10% من سكان كوكب الارض وبرضه هنا في القاهره عندهم حساسيه الصدر، و20% حساسيه انف، ودي النسبه دي مع انها عشان حساسيه انف عاليه، ولكن في الامارات ودول الخليج دي كلها 33، في استراليا 40% من الاطفال، في بعض المناطق في امريكا 80% من الاطفال عندهم حساسيه انف. طب واستراليا ده جوها نقي جدا والحياه لطيفه، هتلاقي بقى عندهم هناك بقى انواع زرع حبوب اللقاح وهكذا وحاجات من دي، وعالم الثقافه مش موجوده. حضرتك من حوالي كام سنه مات طفل في لندن اسمه سامويل لينتون. مع مات سامويل لينتون كل الصحافه هناك قالت الجهل قتل سامويل لينتون. ايه حكايه سامويل لينتون؟ الولد راح المدرسه عنده حساسيه صدريه وكانت الدنيا برد، فجات له ازمه ربو، فلما جات له ازمه قعد يكح ويعطس ومش قادر ياخد نفسه، مش قادر، نفسه ضيق وعمال يكح وبيصفر صدره ويزيق. فالمدرس قال له اطلع بره. طلع من الفصل، الناس عايز يشتغل، طلع بره وقف في الدور في الشرفه كده راحت المشرفه قالت له انزل تحت. قعدوا في الحوش. بعد كده اتصلوا بابوه، مفيش دكتوره، مفيش ممرضه، مفيش اي حد، مفيش حد حتى سالوا بتاخد علاج ايه، مش حتى انجلترا، ده انا في لندن، خلاص. وبعدين راحوا ابوه جه بعد 6 ساعات، الدنيا مشغول وما اعرفش ايه، خد الولد مات في الطريق. فقال لك الجهل